قصتنا اليوم مع شامة والأمير. كان في قديم الزمان واحد البنت سميتها شامة، كانت يتيمة الأم وعايشة مع الأب ديالها ومراتو وبناتها. شامة كانت آية في الجمال والأدب، ولكن مرات باها كانت كتغير منها بزاف، كانت كتعطي لبناتها أحسن لبس أحسن ماكلة، ولكن شامة كانت كتعطيها غير الشياطة، كتلبسها غير خناجي وتخليها تشقى من الفجر حتى الليل. شامة كانت عندها واحد النعجة هي اللي بقات ليها من ريحة ماماها، كانت كتمشي كترعاها وتعاود ليها همومها، والنعجة كانت كتجاوبها بالصمت الحنين وكأنها كتحس بالوجع ديالها. واحد النهار هو ينادي المنادي في المدينة باللي الملك داير عرس كبير لولدو الأمير، وغادي يدوم 7 ليالي و7 أيام، وكاع بنات المدينة معروضات. مرات الأب وجدت بناتها ولبساتهم القفاطن ديال الصقلي والذهب وزوقاتهم، وهي تقول لشامة انتي غتبقاي هنا نقي هاد العبرة ديال الزرع حبة حبة، وإلا كملتيها غتمشي تجيبي ليا الماء من البير البعيد. بقات شامة كتبكي فوق النعجة ديالها، وفجأة نطقات النعجة قالت ليها مسحي دموعك بلا ما تبكي، مسحي على راسي 3 المرات وغتلقاي قفطان بالج والشربيل ديال الذهب، لبسي وتزيني وسيري للعرس، ولكن ردي البال قبل ما يود الفجر خاصك تكوني في الدار. شامة لبسات القفطان والدبالج والشربيل ديال الذهب وتزينات ومسحات وجهها وولات غزالة، دخلات القصر والناس كاملين سكتوا كيشوفوا في هاد الأميرة اللي ما عرفوها منين جات. الأمير غير شافها عقلو طار، ما رقص ما هضر إلا معاها. كانت شامة شادة الوقت مزيان، غار قرب الفجر وهي تهرب، بقات كتجري من قوة الزربة وهي طاح ليها الشربيل. وملي جا الأمير يلحق عليها وهو يلقى الشربيل طايح في الأرض، حلف باللي ما يتزوج إلا بالبنت اللي رجليها تجي قد هاد الشربيل. مشى الأمير هو والخدم ديالو كيقلبوا على البنت اللي غيجي عليها الشربيل، وبقى كيدور من دار وهو يوصل لدار شامة. مرات الأب خباتها في بيت الخزين وقادات بناتها ولبساتهم أحسن ما عندهم. عياو بناتها يحاولوا يلبسوا الشربيل ولكن رجليهم كانت كبيرة بزاف. هو يسولها الأمير والخدم ديالو واش باقا عندك شي بنت في هاد الدار، وهي تقول ليه مرات الأب لا، عندنا غير وحده كتشقى لينا في الدار مسخه وما كتبغيش تبان هاديك. هو يقول ليها الخدم ديال الأمير ضروري خاصك تجيبيها، حنا غندوزو على البنات كاملين. وهي تخرج شامة غسلات وجهها ولبسات الشربيل وهو يجي قدها، وتما عرفوا باللي ان هذه هي البنت اللي كانت في الحفل. فأمر الأمير جابوا العمارية والدقة المراكشية والخيالة وداو شامة للقصر وسط الفرحة ديال الناس وديال الأب ديالها. أما مرات الأب وبناتها فبقاو كياكلوا في صبعانهم من الندم والغيرة، وعاشت شامة مع الأمير في الهناء والراحة، وولات هي اللي كتحكم بالعدل وكتساعد المساكين حيت جربات الظلم وعرفات قيمته.